السونار الرباعي اثناء الحمل هل هو رفاهيه ولا دلع ولا مصاريف ملهاش فايده؟ هو ضروري جدا، وكل الجمعيات الدوليه والكتب والجهات العلميه اوصت بيه. الاساسي بيتعمل من 18 ل 22 اسبوع في اي سيده حامل، ويفضل يتعمل سونار تاني اول الحمل من 9 ل 11 اسبوع، بنطمن فيه على اجزاء معينه من الحمل زي سمك الرقبه وزي وجود المخ وعظمه الجمجمه واعضاء الجنين. الجزء الاولاني لو انت متابعه مع دكتور متخصص طب الجنين ما تعملوش بره، يعني الدكتور هيعمله لك ويطمنك عليه من غير ما يقلقك يعني او تروحي تعمليه مخصوص. لكن لو انت مش متابعه مع دكتور متخصص طب الجنين لا، روحي اعمليه بره. السونار الاهم بقى اللي لازم يعمله دكتور متخصص في طب الجنين وهو من 18 ل 22 اسبوع، بنطمن فيه على اعضاء الجنين، بنطمن فيه على القلب وغرف القلب وهل في عيوب خلقيه في القلب ولا لا، بنطمن على معدل نمو الجسم كله ان معدل النمو متناسق ولا لا، بنطمن فيه على معدل سريان الدم للجنين، المشيمه بتعمل بكفاءه ولا لا، وبنطمن فيه على معدل نمو وزن الجنين، يعني الجنين ده وزنه ماشي كويس مع عمره ولا لا، وبنطمن على مكان المشيمه وكميه السائل الامنيوسي وباقي اعضاء الجنين زي الكبد والكلى والقلب، كل ده بنطمن عليه اثناء الحمل. عشان كده السونار اللي بيتعمل اخر الخامس ده ليس رفاهيه، ولازم اي سيده تعمله، لان هو بيقلل حدوث المضاعفات او المفاجآت اثناء الولاده. الحق ده الجنين فيه كذا، الحق عايزين كذا، ده طلع كذا ومش احنا مش عارفين. عشان كده بننصح ان هو يتعمل في اخر الخامس علشان نقلل المفاجآت اثناء الولاده.